كام كلمة محتاج اعرفها في الانجليزي علشان اتكلم زي الاجانب وما يبقاش عندي اي مشكلة اطلاقا؟ ناس كتير بتسالني السؤال ده، احفظ كام كلمه في الانجليزي واعرف كام كلمه في الانجليزي عشان ابقى تمام جدا وما عنديش اي مشكله اطلاقا. تابع معانا الفيديو ده للاخر، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى نشوف كام كلمه في الانجليزي انت محتاج تعرفها. في البدايه لو انت جيت سالتني وقلت لي كام كلمه في الانجليزي انا عارفها عشان اوصل للمستوى اللي انا فيه دوت، هقول لك مش عارف. حتى لو سالت حد تاني اللي هو مثلا نيتيف سبيكر وسالته يعرف كام كلمه في الانجليزي علشان بقى نيتيف سبيكر، برضه ما يعرفش. عمرك ما هتقابل حد عارف كل كلمه انجليزي، فعلا كل كلمه انجليزي في الانجليزي. حتى انت في لغتك الاصليه مش عارف كل كلمه فيها. يعني كده مفيش عدد معين من كلمات الانجليزي اللي انا المفروض اعرفه علشان اوصل لمرحله عظيمه جدا. الاجابه للسؤال دوت مفيش حاجة اسمها مثلا أنا أحفظ 100,000 كلمة ولا 200,000 كلمة علشان أوصل لمستوى قوي جدا في الإنجليزي ومحدش يعرف يبقى زيي. انسى الموضوع ده خالص وشيله من دماغك. لو أنت قعدت تشتغل على الفوكابولاري أو الكلمات بتاعت الإنجليزي بس، أنت كده هتبقى فعلا بتضيع وقتك. طبعا الكلمات مهمه جدا، وان انا اعرف مجموعه كلمات كبيره دي حاجه كويسه، بس مش شرط ان انا اعرف كل كلمه في الانجليزي عشان ابقى بتكلم كويس. طيب انا عشان اتكلم كويس يعني من الاخر المفروض ان انا اعمل ايه؟ علشان تتكلم كويس لازم تركز على الكلمات والجمل اللي انت فعلا عارفها، او الحاجات اللي انت بتستخدمها او بتشوفها كل يوم او بتتعامل بيها في لغتك الاصليه. فالاساس هو ان انت عشان تبقى كويس في الانجليزي مش انك تعرف عدد مهول جدا من الكلمات، ولكن هو ان انت تعرف ازاي تتكلم كويس وتوظف مجموعة الكلمات والجمل اللي انت عارفها صح. فانت بتتعلم جمل وبتعرف جمل بتستخدمها وتعرف تركبها صح زي ما النيتيف انجليش بيقول، والكلمات هتلاقيها بتيجي مع الوقت مع الاستخدام ومع كتر البراكتسنج. طبعا ده اتكلمنا فيه قبل كده كتير. الكلمات هتلاقي نفسك انت بتعرفها كل مدى وكل مرة عن التانية بتعرف كلمات اكتر. وطبعا من الحاجات اللي هتساعدك في الكلام دوت هو ان انت تقرا كتب كتير، تتفرج على افلام، مسلسلات، تتعرض للانجليش لفتره كبيره. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيب لي في الكومنتس، اي سؤال له علاقه بالبريتش انجليش هرد عليك على طول. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.